ودبي وامارات وامريكا وده اللي حصل عندي. انا عندي برايس ووتر هاوس واخده عندي مبنى، دي شركه كبيره جدا. برايس ووتر هاوس دي اكبر شركه فاينانس واوديتنج. دي واخده قد ايه؟ دي واخده عندي مبنى على بعضه. سعر المتر عندنا ثابت؟ ما على حسب. على حسب الاستلام. أوكي. طب ستارتنج؟ الستارتنج عندي 250. اقرب استلام؟ اقرب استلام هيبقى سعر المتر اعلى شويه، هيبقى 300. امتى؟ بنتكلم اخر السنه دي بدايه التسليمات. انا في تسليمات خلصت خلاص. انا اوريدي بس دي خلاص ما فيش انفنتوري. بالظبط. الانفنتوري اللي موجود عندي دلوقتي استلام سنه، كمان سنه. نكست كمان سنه اب تو 4 سنين استلامات. اوكي. بيمنت بلان على حسب الفيز اللي احنا بناخد فيها. بيمنت بلان احنا عاملين اوفر دلوقتي، بيمنت بلان 5/8. ممكن بالنسبه لناس كتير 5/8 جديد. البيمنت دي اتعدلت تقريبا. احنا كنا في لسه متعدله 5/8. بس احنا الحمد لله احنا بنعمل حاجه جميله جدا. ايه بقى؟ الناس دلوقتي الشركه دي تنزل ب 10 سنين، الشركه الثانيه تعلي عليها ب 12 سنه، ب 15 سنه. لا انت مش محتاج تعمل كده عشان ده ضر المستثمر وضر المستثمر. انا لو عملت كده انا بضر الريسيل وبضر المستثمرين. اللي اشترى في اللونش الاولاني والثاني لا، انت البرودكت اللي يستاهل ما بيعملش كده. واللي عنده فاليو وعنده ويت، وزن حقيقي واسيت حقيقي، هو متاكد هو فعلا فاليو حقيقي هيضيف للكلاينت، ما بيعملش الكلام ده خالص، ولا يزود في بيمنت بلانز ولا الحاجات دي. بالظبط. فدي حقيقه. انت 5% على 8 سنين. على 8 سنين. اوكي. وزي ما انت عارف يا شيخ وقدرنا نكسب الناس معانا فلوس، وهو ده اللي على الرنتنج فيز بتاعتنا في 190 جامد. في اكزيت سيناريو زي ما احنا كنا بنتكلم طبعا، وده اهم حاجه عندي للمستثمر. بحب ايه استخدمها مدارس. عاده انا بحب الريسيل، ان انا الراجل يشتري وبعد كده يعمل فليب او يعمل ريسيل قدام شويه في ريزيدنشال. ليه؟ قول لي توقيت. في التوقيت مع الاستلام. صح. ليه بقى؟ لان انا قلت لكم استاذ ده اكبر مثال ان الشركه الكبيره السيلز ديفلوبر بتاعها ما بيبقاش بس سيلز ديفلوبر، بيبقى كمان ايجنت واكسبرت فاهم عمليه الاكزيت بلان. وده اللي اتكلمت مع حضراتكم فيه في اول الحلقه.